السلام عليكم أعزائي المتابعين ومساكم الله بالخير جميعا. دائما للأسف من أكثر الأمور اللي تحزنني في ممارستي للطب هي مشاهدة ضحايا الانتحار. اليوم للأسف لما يكون من ضحايا الانتحار طفل عمره 14 سنة تقريبا، هو ضحية للعبة تسمى لعبة الحوت الأزرق، راح أكلمكم عنها إن شاء الله. اللعبة طبعا بدايتها كانت في روسيا، ولغاية الآن حصدت أكثر من 130 مراهق في روسيا تقريبا أقدموا على عملية الانتحار بسبب هذه اللعبة. سبب تسمية اللعبة بالحوت الأزرق هو تقريبا تيمنا من اللي نشوفه دائما بالأخبار، أن مجموعة حيتان قطت نفسها على الشاطئ وانتحرت والأسباب مجهولة. اللعبة طبعا تبدأ كالتالي: الطفل المراهق يسجل في هذه اللعبة مع وجود مؤثرات صوتية من موسيقى وغيرها، وفي شخص يكون مسيطر عليهم في هذه اللعبة. هذا الشخص اللي موجود في اللعبة اللي يكلمهم ومسيطر عليهم يبدأ يطلب منهم طلبات خلال 50 يوم، يعني عندك 50 يوم، كل يوم أو كل يومين يطلب منهم طلب. الطلبات في البداية تكون بسيطة جدا، نفس انه يطلب من الطفل مثلا يحط منبه قبل قعدته من النوم، يقعد في وقت معين، انه يشغل افلام رعب ويطالع بروحه وغيرها من الطلبات اللي تبدا بسيطة. هذا الشخص طبعا احيانا يتمادى في طلباته بانه يطلب من المراهق ان يرسم على ايده رسمة الحوت الازرق، او يحرق على ايده حرق، او يستخدم السكين في رسم ونحت الحوت الازرق. الوقت طبعا تبدا تزيد الطلبات اللي يطلبها هذا الشخص من المشاركين من المراهقين وغيرهم، واخر شيء تنتهي بانه يطلب من الشخص انه يقوم بعملية الانتحار. هذا الشخص البغيض حاشاكم حتى طريقة الانتحار اللي يطلبها من الأشخاص غالبا تقلل فرصة نجاتهم، بحيث يطلب منهم أنه يقط نفسه من فوق عمارة أو من فوق ارتفاع شاهق. ضحايا هذه اللعبة هم المراهقين أو الأطفال خصوصا اللي يبحثون عن القبول، يعني يكون الشخص ما عنده مثلا غالبا صداقات اجتماعية، ما عنده قبول ويبحث عن قبوله في هذه الأماكن. للأسف السيناريو اللي يحصل في إجازات الصيف خصوصا أن هؤلاء المراهقين مسكر على نفس الغرفة، قاعد يلعب ألعاب إلكترونية والوجبات السريعة رايحة جاية. الوقت الحالي بسبب ازدياد حالات الانتحار، أي شخص يبحث عن لعبة الحوت الأزرق في تطبيق الانستغرام راح تطلع له رسالة: هل أنت بحاجة إلى مساعدة؟ ضروري جدا أن نتابع أبنائنا المراهقين خصوصا شنو يلعبون، شنو اللعبات اللي يختارونها، وخصوصا إذا بدر عليهم أي تصرفات غريبة أو انعزال وانطواء تام عن الأهل. ختام إن شاء الله أتمنى من الله أن يحفظكم ويحفظ أبنائكم من كل مكروه، ولا أتمنى أن يقف أحد منكم موقف اليوم وقف أب وأم هذا الطفل المسكين.